في حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها عن المرحلة الثانوي وإزاي البرامج المختلفة زي ال AP وال IB والأكاديميكس بتساعد الطلاب إنهم يجهزوا نفسهم لدخول الجامعات. هنعرف مع بعض إيه الفرق بينهم وإزاي كل واحد فيهم ممكن يفتح لك أبواب أكاديمية مختلفة. اهلا بيكي معانا النهارده يا إيريني، ممكن تعرفينا بنفسك؟ Thank you يا كارل. انا مبسوطه قوي ان ابقى معاكم ومره تانية دي كانت حلوه قوي. اسمي إيريني شنودة تورتيان. انا يعني مش مواليد كندا، بس كبرت في مدرسه امريكان وجيت كندا وانا تينيجر، فبقى لي وقت كتير هنا، بس مبسوطه قوي ان ابقى موجوده معاكم. إحنا أكتر. إيريني، ممكن نبتدي الاول نعرف ايه الفرق ما بين ال IB وال AP والأكاديميكس؟ يس طبعا. انا نسيت اقول ان انا guidance counselor، فهقدر اساعدكم قوي في الاسئله دي. ال IB International Baccalaureate، ودي is a European curriculum، يعني curriculum originated من جنيفا، ما كانش معروف في كندا على فكره لما احنا جينا، ودلوقتي بقى global موجود في كل انحاء العالم. ال AP Advanced Placement، and وده الأصل بتاعه American. It's from the American curriculum. طبعا الأونتاريو curriculum is Ontario curriculum، دي الحاجات اللي المسؤولين عليها. فلما بتقولوا academic، ده الأكاديميك الترم بنستخدمه في grade 9 و 10، وgrade 11 و 12 بنستخدم اللي هو university mixed college courses، دي الحاجات اللي بتبقى معروفة أكتر. تمام. Yes. معلش، ممكن تشرحي للناس الجايدنس كونسلر بيعملوا ايه وايه وظيفتهم؟ معلش بسرعه عشان لو في حد مش عارف. Yes of course. Yes of course. فاحنا كجايدنس كونسلرز يعني بنبقى مسؤولين ان احنا نساعد الطلاب يعرفوا ايه الكاريرز اللي بيبقوا interested فيها، ايه بنساعدهم في التايم تيبلينج، في الكورسات اللي عايزين يطلبوها، ايه الحاجات اللي ممكن تساعدهم. حتى بنساعدهم في الكورس سيلكشنز اللي محتاجينها للبروجرامز اللي هم عايزين يخشوها. بنساعد في الكوليدج واليونيفرسيتي ابلكيشنز، حتى الابرنتسشيب بروجرامز بنساعدهم في الحاجات دي برضو. وطبعا بيبقى في الستودنت ويل بينج، يعني بنعمل references للستودنتس to make sure ان هم healthy، مش بس في الاكاديميكس بس برضو mental wellness يبقوا كويسين. فده المين aspects بتاعت الجايدنس كونسلرز، اللي هو الكارير and life يعني planning basically. Yeah. Very nice. هل حصل مرة إن حد جالك من الستودنتس ما كانوش عارفين أصلا مش عارفين هم عايزين إيه؟ ده طبيعي، ده كل مرة على طول. الستودنتس بيبقوا مش عارفين. يعني أنا مش عارف أنا عايز أعمل إيه، ممكن تساعديني. فبيبقى عندنا a lot of different assessment and tools بنستخدمها. وحتى كمان بيبقى في games بنقدر نعملها مع الستودنتس، وبنساعدهم ان هم يكتشفوا ايه الحاجات اللي هم interested in. طبعا the first step لازم يعرفوا نفسهم. ففي بيبقى surveys about learn about yourself، وبعدين يقدروا ان هم يخشوا على الاسسمنتس بتاعت الكاريرز ويشوفوا ايه الحاجات اللي بتناسب شخصيتهم، الموتيفيشنز، الاتشيفمنتس. حلو قوي. يعني كمان ان انتوا تقدروا تجايدوا الناس اللي مش عارفه اصلا تمشي في انه سكه ولا في ايه، ولا ما عندهاش باشن معين لاي حاجه. That's right. That's right. حلو قوي. فده ده الرول بتاعنا باختصار. فال IB is European، ال AP is American، everything else is Ontario. واحنا كجايدنس كونسلرز احنا qualified في Ontario. Yes. basically right. فهتلاقي انه الاسئله دي مش كل الجايدنس كونسلز هيبقوا عارفينها، لانه it depends على المدارس اللي هم بيشتغلوا فيها. في مدارس that offers ال IB، فبيبتدي احيانا بالبري IB، ال MYP بيبتدي من grade 7، والاي بي نفسه الكريكولم نفسه بيبقى grade 11 grade 12 focus. المدارس بتاعتنا هنا بتبتدي من grade 9 علشان تبتدي تساعد الستودنتس يخلصوا الريكويرمنتس بتاعة الدبلومة. فبيبقى فيه اللي هو يعني لازم ياخدوا الماث أسرع، double up on the graduation requirements تخلص عشان يقدروا يركزوا على الكريكولم بتاعة الاي بي عشان يساعدوهم يكتبوا الامتحانات في grade 12. الاي بي بقى ده عبارة عن a full curriculum، يعني مش بس الكورسات، لازم يبقى في hours مختلفة
اسمها CAS hours. ولازم يبقى في theory of knowledge essay لازم يكتبوها. وفي يعني different requirements they have to fulfill. Different types. I think إنه already عملت برنامج على IB، ففي different types of IB، في الhigher والsubsidiary، 3 من دول و3 من دول، ودي الحاجات اللي it's a full program. إيريني، احنا كنا اتكلمنا عن الاي بي مع ستودنت وخبرتها ووجهة نظرها. عايزينك انت تكلمينا عنه شوية. Okay, no problem. فال IB is a fulsome program. معناها ايه بقى؟ مش بس الكورسات، في 6 courses لازم يتاخدوا، 3 بيبقوا من ال higher level و3 subsidiary levels. اوكي. وبعدين in addition بيبقى في theory of knowledge course لازم بيتاخد. By the end of it they have to do a theory, they have to submit an essay. لما بيقدموها بيبعتوها للسنتر، للIB سنتر. يعني أنا الكورسز دي السبسيدري، كل السبسيدريز بتخلص في جريد 11 والهاير في جريد 12. اوكي. بس I don't know إذا من مدرسة للتانية بيغيروا الرولز. yes. والtheory of knowledge before يعني الexams، يعني it has to be submitted مع الcast hours اللي هي volunteer hours، بس بيبقى specific انه different، حاجات sport، حاجات artistic، حاجات community، يعني بيبقى مختلفة كده. وطبعا بيبقى يعني الكاس اورز دي اللي هي بتبقى different، يعني activities تانية غير الستادي. غير studying. هو زي مثلا الفولنتير hours بتاعتنا اللي احنا بنقولها 40 بس اكتر. يعني هم هيعملوا volunteer ويعملوا كاس؟ لا، الكاس hours اللي بيعملوها can add to the volunteer if it satisfies الكاتيجوريز يعني بتاعت الكاس. الفولنتير بيسموها دلوقتي، بنسميها دلوقتي community involvement hours. لأن احنا عايزين نركز إنه مش بس volunteering، هي it's meant to be community involvement. لأن أنا ممكن مثلا to volunteer at a pharmacy clinic or at a dentist clinic. That does not count towards community involvement hours بتاعت What about hospitals؟ بيشتغلوا في الانفورميشن. that depends. في hospital بس ده يعتبر community involvement، مش businesses supported يعني clinics, right? that's where it's different. فكاس لا، الكاس you could do اللي هو support في الفارماسي أو dentistry or whatnot. That could be different، بس مش won't count للvolunteer hours. في حاجات يعني شوية فينيكي بس important قوي إنه you get information من السورس بتاعت السكولز نفسها، لأن السكولز اللي بتقدم IB they have an IB coordinator, and that IB coordinator يعني takes care of all the IB requirements والcourses وكل الحاجات دي. فبيبتدوا typically من grade 9 على أساس إنه يرتبوا إنه students يخلصوا الفرنش ويخلصوا الماث قبل grade 11. بس في school districts دلوقتي بتسمح للستودنتس تخش الIB program من grade 11. ليه؟ لأنه هو فعلا الIB is only grade 11 and 12. فده بيحصل as long as إن هم خلصوا ال grade 10 French و grade 11 math قبل grade 11 then they can go into the IB program. بيركزوا فيهم في الوقت ده. طب معلش، انتي نصيحتك ان احسن الIB يبقى بدري ولا يبتدي من جريد 11؟ يعني الIB بدري حلو لأنه بيساعد الستودنتس، يعني هم بيظبطوا التايم تيبلز والكورس سيلكشنز بتاعتهم إنه يخلصوا الحاجات المهمة. بس نفترض إن أنا I missed الابليكيشن وأنا قبل جريد 9، أو إنه غيرت رأيي، يعني لقيت نفسي إن أنا بقيت مركزة وبقيت يعني شاطرة في الهاي سكول وحاسة إن أنا كويسة. طب أنا ممكن دلوقتي أجرب الIB في جريد 11 دلوقتي بدل mature. يعني معاكس عادة بيعملوا العكس، بيروحوا الIB في جريد 9 و 10 بيتخضوا. عشان كده بس لو بدري أحسن. it depends. يعني البدري بيساعد إن هم to be prepared. لكن في بتبقى شوك للعيال فبيتخضوا قوي فبيروحوا يعني they drop. فطبعا that's a different aspect of it. AP بقى عبارة عن يعني you could choose أنا عايزة 1 course أو 2 courses أو 3 courses. فكل اللي بيعملوه AP is عبارة عن a test. فهم بيحضروكي للتست ده من بدري.
على اساس انه by the time you reach grade 12 تقدري تكتبي الامتحان ده وتبقي prepared ليه. فعليا you don't have to be in an AP school عشان تكتبي ال AP exams. زي ما ال students وال parents بيقدموا لل SATs وال PSATs من ال college board ويب سايت اللي قلت لكم عليه، نفس الحاجة ال AP exams. So let's say دلوقتي إنه عندكم طالب مش in an AP school بس عايز يكتب ال AP exam بتاع math. اوكي. ممكن يشتري ال curriculum بتاع الماث study on their own if they are يعني independent students. يقدروا يذاكروا in the summers أو prepare for it وهم يكتبوا ال exam on their own مع any center موجودة هنا that can offer إن هم يكتبوا ال AP exams معاهم. اوكي. فهو عبارة عن بس امتحانات ال AP exams. ال AP عبارة عن فالمدارس اللي عندها AP بتحضرك للإكزام ده. إذا أنت تقدري تدرسي on your own you could buy the book on your own وبرضه تكتبي الإكزام ده في الآخر anyways. فواخدين بالكم الفرق؟ ده ال IB full curriculum. ال AP عبارة عن كورسات and you write the exams at the end. والacademics like we said اللي هو اليونيفرسيتي والميكست اللي هم الكورسات اللي الجامعات بتقبلهم. هل بقى الجامعات في كندا بيحبوا اكتر الاي بي او الاي بي بيدوا لهم اولويه عن الاكاديميكس؟ أنا سألت السؤال ده ل one of الuniversity reps وقالوا لي for admission لأنه يقبلوا students no. مش هيفضلوا a student عامل IB أو AP over a student بالOntario Secondary School Diploma. ليه؟ لأن هم يعني they look for Ontario Secondary School Diplomas مبدئيا وهو ده اللي بيعملوا decision عليه when they accept. لكن ال IB marks when they come in أو ال AP marks when they come in ده ممكن يعني let's say إنه ما قبلوهوش على ال Ontario Secondary School Diploma بس ال IB جت، ده ممكن يساعد إنه يبصوا عليه مرة تانية. لكن مش معنى كده إنه let's say إنه كان في two students واحد IB وواحد مش IB OSSD و IB وعاملين نفس ال averages وعاملين نفس الحاجة هم هيبصوا لهم الاثنين بنفس الطريقة. حتى لو نفس البرسنت يعني مثلا جاب 90% هنا وجاب 90% هنا it's equal. مش يعني هم قالوا لي كده انه مش هي favor حد عن التاني. ده هنا في أونتاريو. That's not the same برا أونتاريو. اوكي برا أونتاريو. برا أونتاريو مختلفة طبعا. اليو كي قالوا ان هم بيفضلوا يعني لو انت ابنك مثلا في مدرسة فيها IB وهو مش في الاي بي بروجرام هيسألوا ليه. او لو في مدرسة فيها AP وهو مش في الاي بي بروجرام هيسألوا ليه. لا فهم دايما بيقولوا انه بيحبوا الستودنتس يبقوا بياخدوا the most rigorous course يعني اعلى مستوى بيتقدم في المدرسة اللي هو فيها right. فلو المدرسة اللي هو فيها ما فيهاش AB ما فيهاش ال IB or AP programs يبقى اللي هم ال university level courses تعتبر the most rigorous course اللي موجودة وهي دي اللي هم بيبصوا عليها. بس هنا في كندا ال IB لو جاب 90% وال AP او الريجولر جابوا 90% بتبقى the same because انا عارفه ان هي المفروض بيبقى فيها اعلى سنه يعني بتميجر كانها 91 or ففي نقطه انه المدارس بتعمل predicted IB grades ماشي. فبيبقى في inflation بيعملوها للريجولر مش inflation يعني بس لما بيعملوا translation اوكي الدرجات بتبقى اعلى يمكن من العادي. ليه؟ لانه لما بيترجموا الدرجات ال predicted marks بتاعه الاي بي وبيحاولوا يحولوها للأونتاريو curriculum بيبقى مثلا الرقم ده بيساوي 96%. الرقم ده بيساوي 98%. فهو دي الحتة اللي بتبقى مختلفة اللي بتدي
ال IB students a higher ال OSS دي بتاعهم بيبقى أعلى يمكن في حتة الترانسليشن دي. بس برضه بيفرق من يعني من مدرسة لمدرسة. بس ستيل لو جالهم واحد من IB واحد مش IB او يعني IB و AP versus الأكاديميكس العادية ده ستيل مش في كندا مش privilege. مش هتساعدهم في الادميشن بروسيس. الا الفايده هتبقى ايه، ودي حاجه recent يعني ان الجامعات ابتدت تبقى aware of it، انه اذا عندك a specific course a specific score، لو انت اعلى من سكور معين في الاي بي او اعلى من سكور معين for AP they can grant you credits في اليونيفرسيتي level. فده بيساعدك تقدري to advance a course or two or depending on the program. يعني احسن بعد ما تجت accepted ان انت تعبك وشقاك ده هيجت deducted شويه في السنه دي. ايوه طبعا او يعني طبعا هيشيل من عليك. والاي بي تقريبا الكوريكولم بتاع الاي بي is very close للفيرست year level university هنا. فلما students بيبتدوا اليونيفرسيتي ليفل تقريبا وهم in high school، لما بيخشوا الجامعة ده بيساعدهم انه يعني كأنه ريفيو بالنسبة لهم. already متحضر للمستوى بيساعد ده. الفيرست semester at least يعني في الجامعة. فدي ميزة. لكن in terms of admission that's what they told me. They said انه لا بيبصوا على acceptance the same. ان انا accepted ده او ده طب هل في مسار معين العيال لو خدوه مثلا لو راحوا الاي بي او الاي بي او كده بيحط ضغط زياده عليهم ملوش لازمه؟ يعني انت حاسه مثلا ان في الصعوبه في الاي بي ملهاش لازمه مثلا لو هتقدم في كذا او يعني ايه رايك في الموضوع في الستريس ليفل بتاع البروجرام؟ it's يعني برضو it varies من student to student. في students يقدروا يستحملوا او enjoy البيزنس والحاجات دي، وفي students تانية بيبقوا very smart و very capable بس expectations الحاجات تحصل في وقت معين وفي speed معين وفي مستوى معين، ده بيديلهم high anxiety. وعشان كده بتشوفي students they drop in grade 9 and 10 وهو لسه اصلا IB ما ابتداش. right يعني وفعليا الAP نفس الحاجه. يعني ممكن يقول لك my son is taking an AP course in grade 9. هو grade 9 they still have to يغطوا الكوريكولم بتاع grade 9 science، بس بيزودوا شويه سنه علشان يستعدوهم لجريد 10 يخلصوا اسرع، عشان في جريد 12 بيركزوا بقى على الاي بي كوريكولم ويدوا لهم الاستعداد للامتحان في جريد 12. طيب إيريني، هل الطلبة اللي بيدخلوا IB أو AP هل ده بيديهم أفضلية في التقديم على السكولرشيب المنح؟ المنح مش بتبص قوي على الIB أو الAP، بس الIB والAP تقريبا بيزق الستودنتس ان هم يعملوا حاجات اكتر. يعني especially الIB انه الhours الحاجات leadership roles والحاجات التانية اللي بيعملوها ده بيزقهم انه يبقوا more involved، وبالتالي بيساعد السكولرشيبس. يعني الحاجات دي بتبقى بياخدوها في الاعتبار على الطالب اللي بيقدم على سكولرشيب، ده بياخدوا في الاعتبار الحاجات الاكسترا الزياده دي؟ الحاجات الاكسترا الزياده دي هي اللي بتساعد الطالب في السكولرشيب مبدئيا يعني mainly in addition للماركس. بس مش فارقه قوي يعني، ما فيش حته هيقول انا IB student او AP student غير لو يعني mentioned it في اللتر او في الريفرنسز، يقول انا باخد a very tough curriculum وكان عندي مثلا anxiety و stress بس قدرت ان انا I manage myself وقدرت to handle. ففي حته برضو بيقدر انه يستخدم الحاجه دي، بس مش بالسبب انه في IB او بالسبب انه AP يبقى عنده فرص اكتر للسكولرشيبس او الجرانتس. لو في طالب شاطر هل الاكاديميكس بيظلموا ولا العكس؟ يعني لو ولد شاطر ودخل العادي كده البروجرامز العادية، هل هو بيتظلم ولا العكس؟ انا مش شايفه انه البروجرامز العاديه هيتظلم فيها خالص، لانه برضو البروجرامز العاديه
يعني still اوكي. فيها challenges بس لما بتقولي شاطر ما هو بيختلف من one يعني نقول intelligence دحيح دحيح يعني لو الدحيح ده دحيح مثلا وعنده anxiety يبقى لا يبقى ال regular programs هيبقى كويسة قوي ليه لكن لو دحيح والmental health حلوة قوي و very open يبقى لا يعني بالعكس الحاجات ال IB programs وال AP هتساعد to keep him challenged right يعني مش لازم الاكسترا ستريس ده هو مش لازم الاكسترا ستريس بس برضو في عيال بتحتاج الاكسترا تشالنج عشان يبقى engaged يعني لما بيبقى سهل قوي ومفيش اي تشالنج بيكسلوا شويه لكن طول ما في حاجه مخلياهم تشالنج وطبعا احنا كبيرنتس بنعرف عيالنا بس ونعرف الحاجه لا هم ده هيبقى زياده قوي عليهم او لا انا عارفه ان هو زهقان عشان كده محتاج يخش الحاجه دي عشان تقدر to keep him occupied. طب هل في برنامج معين فيهم بيحضر الستودنت اكتر للجامعه يخليه ريدي لان انت عارفه كتير من العيال بيخشوا الجامعه وبعدين تلاقيهم مش قادرين يكملوا فهو طبعا زي ما انا قلت الاي بي بيحضر الستودنتس ان هم يقدروا يتحملوا حاجات كتيره at the same time وحتى ديدلاينز وحاجات وبروجكتس فالفرق يعني ما تنسيش انه لما بتبتدي في الهاي سكول انت برضو لسه في فصل يعني 30 طفل ماكسيموم في البابليك سيستم لما بتخشي الجامعه انت ممكن تبقي depending on the school ممكن تبقي فصل فيه 300 students فلما يبقى عندك الخبره بتاعه الجامعه بس في فصل صغير ده سيف فبيساعد انه لما تروحي للجامعه اللي هي فيها 300 people تقدري to adapt better فالاي بي بيساعد من ناحيه الديدلاينز والستريس وكده بس at the same time من اللي بشوفه انه حتى الستودنتس اللي بياخدوا الاو اس اس دي العادي as long as ان هم بياخدوا الفول يعني الفول كورس لود مش بياخدوا سبيرز مثلا او involved in many clubs موجوده في المدرسه سبيرز دي يعني كورسات صغيره لا السبيرز اللي هو مثلا انا باجي في جريد 12 محتاجه بس اخد 6 كورسز فانا هاخد 3 في السمستر 1 و3 في السمستر 2 ويبقى عندي سبير يعني عندي حصه فاضيه اوكي right فهي السبيرز دي مش ممكن تساعد ان الستودنت بيركز على الثلاثه وبيجيب درجات عاليه بس ايه العيب فيها مثلا انه انا دلوقتي عرفت ازاي اتاقلم اني اركز على 3 كورسات هخش الجامعه لازم اخد 6 كورسز والسمسترز اصغر يعني احنا هنا عندنا سمستر في الهاي سكول من سبتمبر لجانيوري في الجامعه من سبتمبر لديسمبر right الفاينل اكزامز بتبتدي على اخر نوفمبر اول ديسمبر فبيبقى very quick turnaround with 6 courses condensed فهو الايديا التايم مانجمنت and how much you can يعني تستحملي and handle في نفس الوقت فما هو فطبعا الاي بي بيساعد في الحته دي البريباريشن بس at the same time لو students اخذ a regular OSSD بس full courses involved in activities involved in leadership programs يقدر يستفيد برضو من الحاجه دي and we saw many successful students يعني بيخشوا they move on and become lawyers and يعني نصيحتك ليهم ان هم يستخدموا الوقت الفاضي ده ان هم يعملوا كورسز تانية يعني انا نصيحتي انه يبقى full time table اكيد إريني هل الاي بي والاي بي بيفرقوا في الدراسة يعني ليهم مميزات او عيوب في الدراسة بره كندا؟ مميزات طبعا مميزات لانه الاي بي is American فلما بيروح الجامعات برضو بيساعدهم في الجامعات لكن هل هيساعدهم في الادميشن في الامريكان يونيفرسيتيز كأنا واحد كنديان بقدم لا قالوا لي برضو الجماعه بتوع الامريكان ريبريزنتيفز انه احنا بنبص على المدرسه اللي انت فيها الموست ريجرس زي ما شاركت قبل كده لو انا في مدرسه فيها اي بي ما اخدتيش اي بي ليه انا في مدرسه فيها اي بي ما اخدتيش اي بي ليه لو انا مدرسه ما فيهاش حاجه وبس اخدت the maximum
هي دي الحاجة اللي بيبصوا عليها. right؟ فهي بتساعد زي ما بقول في بعد ما بعد ما يأكسبت يو للجامعة نفسها. في يوروب لا، في طبعا different مميزات للي عندهم IB، بيقدروا ان هم او حتى الAP بيقدروا بروجرام معروف اكتر هناك. بيساعد اكتر في الاكسبتنسز. Acceptance. يعني هما بيفضلوا اللي دارسين لانه حاجه معروفه حاجة هناك، هم حاجه معروفه أوكي. اكتر من الكنديان كوريكولم. اوكي، يعني ننصح مثلا الناس اللي هي ناويه اوريدي تقدم في يوروب ان ممكن هم ياخدوا الIB، لان ده هيساعد الولاد في التقديم هناك وهيساعدهم. يعني ممكن يديلهم more edge. يعني انا عايزه اقول ما هياش 100% guarantee ان هي دي اللي هتقدم، بس privilege بسيط بس يعني. في ممكن privilege ممكن أوكي. في بعض البروجرامز. طب هل في مثلا وظائف معينة لو خدت IB هتروح الوظيفة دي على يعني أحسن لك، والAP برضو في وظائف معينة ولا لأ؟ لان انت بتخشي الجامعه ومن الجامعه بتتخرجي وهو ده اللي بيوظفك. right؟ ف at the end of the day ما هياش هتساعدك في الكاريرز in the future. مش اللي هو لما اني اجي اقدم على a company ويقول لك اخدتي IB، هم هيبصوا على ال undergrad degree او ال post grad degree بتاعتك اللي اخدتيها من الجامعات. طب انت بتقولي ان احنا العيال خدوا IB او AP مش هتفرق في الشغل يعني، او المسار اللي عملوه مش هيفرق في الشغل. طب التخرج من جامعة معينة بيفرق في الشغل؟ يعني ده خريج جامعة كذا بيفرق لما بيقدم في شغلانة معينة؟ فعليا انا كنت فاكرة ان ده هيفرق، بس اكتشفت بعدين انه مش بيفرق. شو ده خريج جامعة فانا بحب احيانا انا اتفشخر يعني من الجامعه اللي انا اتخرجت منها واقول الاسامي، بس في الاخر يعني مثلا كتيتشر كل الجامعات التانية لا الكوليجز بتوعي من كل the different جامعات. you know my brother's an engineer، الكوليجز بتوعه من جامعات مختلفة. فهي it depends برضو على الشخص اللي interviewing you. يعني let's say أنا من واترلو وأنا اللي بانترفيو وشفت حد تاني من واترلو، هحب إن أنا زمل هحب إن أنا عارفة البروجرام ده وأحب إن أنا أوظفه، بس ما هياش حاجة typical. يعني ما هياش حاجة 100% إنه هيساعد. اللي بيساعد فعلا في التوظيف وده اللي انا بقوله لكل الستودنتس، انه يخشوا الكو-op programs في الجامعات. يعني انت IB AP academic اوكي وات ايفر، بس البروجرام اللي بتقدم عليه في الجامعه يا تعمل internship يا تعمل كو-op. ليه؟ ممكن تشرحي لنا معلش عشان الناس لو مش فاهمه ايه هو الكو-op؟ في الجامعات لما بتبصي على البروجرامز وانت بتقدمي هيقول لك مثلا business regular ولا business co-op. لما تتشيك اوف الكو-op depends من جامعه لجامعه، في كل جامعه عندها ستايل مختلف، بس الجامعات اللي فيها الكو-op فبتدرسي الوقت يعني مثلا one semester وبعدين السمستر التاني بتروحي تشتغلي في المجال بتاعك عند a company او a hospital او whatever it is او a school. في احيانا بيقولوا internships available، فبتدرسي مثلا مدة 3 سنين وبعدين بتاخدي full year بتشتغلي في شركة قبل ما تتخرجي، وساعتها ترجعي تخلصي في الجامعة. يعني احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده باستفاضة مع ماري شرحت. بس يعني نظام غريب قوي يعني تشتت كده يعني. انا لا خالص، انا عايزه اقول لك انه انا كنت كل سمستر بغير يعني سمستر ادرس وسمستر يعني اروح اشتغل for co-op. it was amazing. ليه؟ لان اولا كان بيديكي بريك من المذاكره. تاني حاجه بتشوفي اللي انت بتدرسيه فايدته ايه وتقدري تستخدميه. وساعتها لما ارجع اقدر افهم اللي انا بدرسه اكتر لانه انا شفته in practicality. صح بيخليه more interesting. بيخليه more interesting. it helps finances لانك انت بتقبضي وانت بتشتغلي،
وكمان you make connections networking، وهي دي الحاجة اللي بتساعد الكارير these days، صحيح. النتوركينج مع دي الناس. خبرة برضو، يعني تشوفي مثلا Yeah. حد اتخرج من نفس وبيشتغل الشغلانة دي، وبتسأليه يعني yeah ازاي وصلتوا، ازاي عرفتي تاخد الجوب ده وكده. هو exactly. وغير Yeah. كده لما بتشتغلي as a co-op student، الكومبانيز بتحب تهاير co-op students. ليه؟ لأنه أولا عندهم kind of experience. عندهم الثيوري، وفي نفس الوقت السالاريز مش كبيرة، ويقدروا يعملوا الشغل اللي هم يعني عايزين حد يخلصه لهم كده بسرعة basics، بس في نفس الوقت it's great experience للستودنت دي. ولما يحبوا الشخص بالعكس هيستنوه لحد ما يخلص عشان يعينوه على طول ويقولوا له لا احنا عايزينك ترجع لنا. طب كام كو-اب كورس يقدر الستودنت ياخده على مدار ال4 سنين يعني؟ على حسب البروجرام. يعني مثلا واترلو يعني كل لا انا بتكلم في الهاي سكول. انا مش بتكلم على الهاي سكول، اوكي. انا بتكلم على الكواب في الجامعه، مش بتكلم على الهاي سكول. بس وات اباوت الهاي سكول؟ الهاي سكول يعني حاجه هتختلف شويه، لانك انت الكواب في الهاي سكول هياخدك اواي من الكورسات اللي محتاجاها عشان تخشي الجامعه. طب يبقوا ليميتد اكيد. ف you have to manage، يعني مش هتقدري تاخدي كوابس كتيره. لو انا ستودنت مثلا هخش السكيل تريدز، لا انا ممكن اخد 11 كوابس لو انا عايزه. لو انا ستودنت هخش الكوليدج ممكن اخد two semesters co-op وانا في الهاي سكول. لكن لو انا هخش الجامعه يعني علشان لو انا especially لو هخش ساينسز هحتاج اخد ال3 ساينسز في جريد 11، وبعدين هقرر how many sciences هاخدهم في جريد 12 مع الماث. فمش مفيش يعني مكان، يعني يمكن تحطي ال2 credit co-ops تقدري to take them في grade 11 أو grade 12 لو انتوا عايزين تروحوا تاخدوا الاكسبيرينس ده. ميرسي خالص يا إيريني على وقتك وعلى كل المعلومات اللي اديتيها النهارده. My pleasure. Thank you very much for having me. مقابلة ممتعة قوي بجد معاكي. Thank you so much. Thank you. وبكده نكون ختمنا حلقتنا. في النهاية افتكروا دايما ان سواء ولادكم اختاروا الAP الIB او الأكاديميكس، كل برنامج ليه مميزاته وهيساعد الطلبة يطوروا من نفسهم ويكونوا جاهزين للخطوة الجاية في التعليم. شكرا انكم تابعتونا، ونشوفكم في حلقة جديدة قريب.